السلام عليكم. بغيت نبارطاجي معكم واحد الكريم يعني قديم غني عن التعريف، ولكن الاغلبيه مابقاوش كيستخدموه الصراحه. هو طوب، كتبقى على طريقه الاستعمال. المهم هذا الكريم غني عن التعريف، هذا شيرلي راه معروف من زمان. وهذا كاين اللي كيقول مزوره. المهم فيها الاصليه فيها. المهم شوفوا غير هذه، انا الصراحه ما بقيتش كنرد هذيك اصليه ما اصليه. كتشوف كتقرا غير هذه اكلاغيسون، كاينه فيها وحده مكتوبه كاينه شي اللي مكتوب فيها كريم اكلاغيسون، هذه هي ديال الجلد وديال الوجه. كاينه وحده مكتوب فيها ميديكامون تقريبا، انا ما عرفت. المهم مكتوبه شي سميه اخرى. المهم ردوا البال غير لهذه، اما ديك مزوره مزوره. كاين اللي فيها المراه، كاين ما راه نفس الشيء. ما انا بعدا ما كيبان لي نفس. وكتشوفوا الريحه، يعني الريحه ديالها راه مجهده. المهم كتبقى على طريقه الاستعمال. هادشي اللي البنات من الاحسن تفادوا انكم تستعملوها مع هذيك البوماده الصفراء. كاين اللي كيستخدمها كيقول لك ما كتصدقش واش البوماده الصفراء تزورات وسيب. انا صراحه استخدمتها واحد المره مع البوماده، ما صدقاتش. ما كيبقاش ما كيكونش بايض اصلا. فانا اصلا كنستخدمها مع العسل الحار. كديروها مع العسل الحار، كديروها مع العسل الحار ديال الربيع، ديال الليمون، ماشي ديال الدغموس، ماشي ديال الاعشاب السخينه، لا، غير ديال الليمون ولا ديال الربيع. كتخلطوها وكتخلوها في واحد البوطه، كتخلوها واحد يومين. راه ما كتبقاش ديك الريحه مجهده شي اللي كتفاعل مع داك العسل الحار. كتبقاش. كتابليكيوها على الوجه نظيف. في الصباح كتابليكيها مزيان. في الصباح كتغسليها بصابون الطبس. يعني اللي ما بغات تستعمل صابون الحجره، كاين اللي كينشف ليها البشره ديالها، تستخدم صابون الطبس. وكديريها 3 ايام تبعها، كتحبسي 3 ايام. من بعد الا خرجتي الشمس ضروري ليكرون تاع الشمس. المهم كديريها 3 جوغ باش ما تضركش، باش ما تاثر عليك ولا حاجه. من بعد كتعاوديها، راه زوينه، راه مزيانه. الناس البنات اللي عندهم الكلاف كتجبد الوجه، كتبيضو، كتحيد النقط السوداء، كتحيد الكلف، كتحيد التجاعيد، كتحيد بزاف الحوايج. ولكن بهذه الطريقه اللي قلت لكم، كتغسلوا الوجه بالماء، الماء الدافئ. من بعد كتغسلوا بالماء بارد، ولا غسلوا بالماء البارد، ولكن خصو يتغسل مزيان. هذا بالنسبه للبنات اللي خدامات، وهذا ما تخرجوش بها الشمس. هذه هي الاستعمال حقيقي يعني، وهذه امنه. هذه واخا تقطعوها واخا راه ما كتسبب حتى مشكل. ماشي بحال دوك الكريمات اللي ولاو دابا منتشرين في التيك توك، هذا ديك اوريو سكين وما عرفت هذوك الكريمات بعدا. هذه شيرلي ما كتحيدش ديك الطبقه ديال الجلد. دوك الكريمات الاخرين هما اصلا عندهم استعمال اخر، اغلبيتهم ديال الكزيما. ملي كتابليكيها على وجهك كتحيد ديك الجلده اللي فوق تاع الوجه، ولا مشات لك ديك الجلده راه هي الاساس. بزاف الكريمات دابا منتشرين كيحيدوا ديك الجلده، وديك الجلده الا مشات راه صافي، صافي البشره كتولي حساسه، كتولي بزاف الحوايج. كتقول لك لا راه بيضات، راه بيضات لك ديك الوقيته، من بعد راه صافي. شيرلي راه من زمان الناس كتستعملها. كتبقى على طريقه الاستعمال الصراحه طوب.